إخواني المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير، وقصصنا دائما عن العشرية السوداء. واليوم جبت لكم قصة تاع واحدة المرأة كبيرة، يعني صارت لها قصة مع الإرهاب. داوها ذراع وانغبنت، واللي صرا فيها يعني راح تسمعوا في هذه القصة. وقبل ما نبداو القصة ما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. واللي ماشي مشترك في قناتي وراه يشاهد في قناتي أول مرة يدير اشتراك والجام والضغط على زر الجرس، وهكذا يوصلكم كل جديد. خالتي خديجة مرأة كبيرة في العمر. ذاك الوقت كان في عمرها 60 سنة، وعايشة في قرية دوار برا بعيدة عن المدينة. وهي كانت تداوي بالأعشاب، الطب النبوي. تنجموا تقولوا يعني كانت طبيبة تاع الدوار، اللي يمرض تداويه، اللي تبغي تزيد تقبلها. وبحكم الدوار بعيد عن المدينة، كان لا مستوصف لا طبيب. وراكم تعرفوا هذاك الوقت الناس كانت تعاني من الفقر وقلة الشيء، واللي يخدم يعني حق ما يأكل ويصرف على أولاده وإلى الحق. وراكم عارفين كانت العائلات قاع يسكنوا مع بعض، كانوا الخاوة يسكنوا قاع في دار واحدة، يعني دار كبيرة. المهم خالتي خديجة كانوا يحترموها بزاف في هذاك الدوار، وما يرفضوا لها حتى طلب. حتى كانت كي توقع الخصومات ما بين الجيران وما بين العائلات، هي اللي كانت تصلح بيناتهم. واللي يبغي يخطب وما يمدولوش كانوا يدوها هي معه. جاه كانت عايشة وحدها، راجلها وولدها ماتوا في حادث مرور اكسيدون. وبالنسبة للمصروف تاعها كان عندها معزات تحلب، تبيع الحليب تاع المعيز، وعندها الدجاج تبيع البيض. والناس من ذاك يتفكروها ويتهلاو فيها. خالتي خديجة تقول: كنا عايشين لاباس علينا حتى لحقت العشرية السوداء وتبدلت الحالة، وبدات المعاناة في الدوار. كاين سكان يعني ثم عايشين على قدهم، وكانت كاينة مدرسة ابتدائية وجامع صغير وحانوت. الحانوت هذا كاين حانوت واحد فقط يبيعوا غير صوالح الضروريين في المواد الغذائية الأساسية. وكاين واحد الكلونديستان يجي مرة على مرة في الأسبوع للدوار، يهبط الناس اللي تبغي تشري ولا تفوت ولا تروح تقضي صوالحها في المدينة. كانت عنده جي 5 كما يقولوا فورغو. حتى خالتي خديجة كانت تهود معاه، وحتى لهذا الوقت الدنيا هانية في الدوار. ومن بعد بدات الدعوة تخلط، وبدينا نسمعوا الحكاية منا ومنا واش راه صاري في البلاد. السكان بداو يخافوا ويتقلقوا، على خاطرش كانوا يوصلون الأخبار باللي الدواوير اللي حذانا السكانها بداو يلتحقوا بالجماعات. بصح دوارنا الحمد لله لحد الساعة مكاش يلتحق بهذيك الجماعة. من عام 1995 ناض الدوار على خلعة كبيرة، اللي هي حرقوا دوار من جهتنا كامل، ما خلاو لا سكنات لا حيوانات، ما خلاو لهم والو. طلعوا النساء طلعوا الرجال للجبل، واللي ما بغاش يروح معاهم ذبحوهم. وكان القتل بأبشع الطرق. جات الدولة وجاو العسكر، جاو الجدارمية. المهم ذاك النهار الدعوة تخلطت، والأمبيلوس ما بغاش تحبس رايحة وجاية، وعسى كبيرة. المهم الكاميوات والشيران والسلاح تاع الحرب، وجاو العسكر عنا ثم وفتشوا قاع الديار وسقساونا بالواحد إلا كاش ما شفنا وشحال كانوا وواش عندهم. بصح كانت ضربة مع أصبح بكري قبل الفجر بشوية، يعني ما فاقوش حتى ناضوا يصلوا الفجر وشافوا النار والدخان في السماء. حتى طلع النهار باه راحوا يشوفوا شكاين. كما تعرفوا كان الخوف ومكاش اللي ريسكي بحياته. وكي صرات هذه الفاجعة راحوا الأقرب كازيرنا وبلغوا الحادثة. خالتي خديجة تقول الدوار كان بعيد جاي ما بين الجبال، يعني ما عندوش طريق. والناس اللي عايشين فيه كي يبغوا يروحوا لكاش بلاصة كانوا يروحوا يمشوا على كرعيهم واحد 8 كيلومتر ولا 10 كيلومتر بعادة يوصلوا. خالتي خديجة تقول الدعوة ولات ما تعجبش، وقاع السكان ولاو خايفين. لو كان جات عليهم قاع يرحلوا واحد ما يبقاش. بصح الله غالب عليهم، راكم عارفين
ما كاش اللي يقدر يخلي دارو ويروح، خاطش الظروف ما تسمحش، ونقصت الجمايع في الدوار، ومكاش اللي يرقد هاني. كل يوم نشاهدو ألف خطرة، وكل ما يجي نهار جديد نحمدو ربي على اللي ما زلنا عايشين. وكان العسكر ساعة على ساعة يدير دورة وهكاك، وخايفين خاطش هذوك الناس ما عندهمش وقت يطيحوا فيه، ما عندهم يجوا في اي وقت كما قلت لكم. واحد النهار ناس دوار صلوا العشاء وهما خارجين من الجامع حتى يسمعوا الكلاب ينبحوا والحس من بعيد. هملا في هذيك اللحظة قا راحوا يجروا لديارهم، حتى واحد ما بقى برا. في دقيقة اللي يشوف تقول هاد الدوار مهجور، السكات وغير الهفة تاع الرجلين وصوت الكلاب فقط. كل ما يقربوا يزيد يهيج. واصلوا الجماعة للدار، وانا كنت نطل من واحد الفتحة هي صغيرة في التاقة اللي هي النافذة. واش نقول لكم يا ولادي، الرجال قدهم قد الحيط، بلحيهم طوال وشعورهم طوال، منظرهم يخوف، وقاع رافدين السلاح. بدا واحد يصفق، قال لهم يا ناس دوار اخرجوا قاع كيما راكم للساحة. انا بديت نصفق، وحتى السكان نفس الشيء. عاود لهم قال لهم وضروا تخرجوا ولا لا؟ اسمعوا، على بالنا باللي راكم قاع في دياركم، اخرجوا بالسكات والملاحة ولا نخرجوكم بالقباحة، يلا. ونسمعوا البيبان ينفتحوا والرجالة يخرجوا. هذاك اللي صفق عاود قال لهم قلت لكم كامل كيما راكم تخرجوا، بالرجال بالنساء وذراري، واحد ما يبقاش لداخل. خالتي خديجة تقول في قلبها اليوم باينة نهايتنا، رايح يصرالنا كيما الدوار اللي حدانا، يا ربي يستر. وتقول بديت نشهد خرجوا كاملين كيما راهم، غير انا اللي بقيت نشوف من الفتحة، وقلت ما نخرجش، الا بغى يصرى واش يصرى، معليش نموت في داري. عاود هذاك الراجل ثاني ولا يصفق، راكم كاملين لهنا، ما بقى حتى واحد لداخل. يعني هذاك الارهابي اللي كان برا، ايا خرجوا هذوك النساء، فرزوهم، النساء في جهة والذراري في جهة والرجال في جهة، وداروا واش قالوا لهم. وانا بقيت غير نشوف من التاقة حتى شفت واحد يقدم وقعد يشوف مليح في الديار، ويشوف ويميز ويعاود. وقال زوج منهم قال لهم فتشوا قاع في الديار والكوريات. انا جمدت في بلاصتي ما قدرتش نتحرك اصلا، لو كان نتحرك وندير الحس ويفيقوا لي. حتى نسمع في واحد من هذوك الجماعة اللي كانوا يفتشوا قال له السكان كامل في الساحة، واحد ما كاش في الديور قاع راهم فارغين. حتى قال له صاحبه هذاك الباب علاه راه مبلع، شكون اللي راه ثما؟ هيا وجهوا سلاحهم للباب، هيا فتحوا يا اللي ساكنين ثما، فتحوا ولا نتيروا عليكم، اخر انذار يلا. فتحت الباب وخرجت. قال لهم زيد وتبعوا هيا اللي ساكنين. انا قلت لهم انا ساكنه وحدي يا وليدي. حتى قال لي بعدين منا دوك ندخل نشوف. قال له صاحبه الدار فارغه. ايا وقدموني معاهم، وهذاك اللي قلت لكم عليه تقدم هو الامير تاعهم. ومن بعد الامير قال لي علاه ما تخرجيش، يتسمى انتيا ما تسمعيش الهضره، وتعرفي اللي يسمع اللي ما يسمعش كلامنا واش يصرالو. ووجه سلاحه ليا، وانا قلت له يا وليدي الله يسترك ما تقتلنيش، انا خفت برك. قال لي وانتي عايشه وحدك؟ قلت له واه يا وليدي. قال لها ولادك وين راهم؟ قالت له هي راجلي ووليدي عندهم بزاف من اللي ماتوا في اكسيدون. ومن بعد عاود قال لي كيفاش عايشه ومنين تجيبي مصروفك؟ خالتي خديجه قالت له يا وليدي انا غير من باب الناس دوار متهلين فيا وقاع يعرفوني، عندي مده نبيع الحليب والبيض تاع الدجاج. شاف فيه هذاك الامير وهو يمسح في لحيته وقال لي ما رايح غاديش نكتلك، بصح المره الجايه ما تعاوديش، لازم تسمعي الكلام تفهمي. رجعت الرول وهو زاد قدم وقال لهم اسمعوا لي يا ناس دوار، هدرتي نهضرها خطره وما نعاودهاش، اللي يسمع ويطبق رانا نرضاو عليه، وشعره ما تمسوش، وراح يكون حبيبنا وتحت حمايتنا، واللي يخالفنا راح يكون عدو لنا.
وراكم تعرفوا نهاية العدو كيفاش رايحة تكون. المهم كمل هدرتو، ولا يقول اليوم ما جيناش حنا اليوم باه ناذوكم ولا نضركم، جينا لكم باش نعرضوا عليكم صفقة ونتفاهموا. قالنا يا أهل الدوار لازم نحطوا يد في اليد، نتحدوا ونرجعوا كما زمن الخلافة الإسلامية، واتبعوا كلام الله والسنة النبوية. تقول بصح وهما كلش كذب في كذب. وعاود قال على هذا الشيء لازم تطيعوني وانا الامير، ورايحين نعطيكم القوانين وما تخافوش، احنا نتمشاو على الشرع والسنة. المهم خالتي خديجة تقول بدا يقول في واحد الاحاديث من كلام الله، بصح هما غير كذب في كذب، هما غير باش يقنعوا الناس، وهذه الاحاديث كاع محرفين، وهما حاطينهم على واش يخرجهم ويساعدهم. وتقول قال لازم نحاربوا أعداء الله والدين، قصدهم العسكر والجدرمية والشرطة، يعني اللي يردوا السلاح، ولازم نحاربوهم هذوك أعداء الله كفار، زعما هما اللي نيشان باغي يرجعوا الخلافة، على خاطرش هي ما فيها لا ظلم والكل سواسية. المهم وزادوا هضروا، قال لك بلا ما ننساو الطاغوت، قصدهم اللي يخدموا في الدولة، يعني كل واحد عنده علاقة بالدولة ولا خدام في الدولة، على خاطرش دايرين في بالهم باللي راهم يساندوا الحكومة. ما يليقش هكذا، لازم كاع يكونوا تابعين لهم. خالتي خديجة تقول كانوا فئات بزاف مخلطين، وهذه الفئة اللي جات لدوارنا كانت حاكمة المنطقة ثم غلجية، كانت من أخطر الفئات الإرهابية، ما ترحمش. كانوا يقتلوا ويستولوا على كلش، وكانوا يغتصبوا ويدوا النساء والبنات للجبل، لا علاقة لهم بالدين، هما كاملين كما راهم ما يسواوش. المهم واصل الامير وقال لهم لازم تحبسوا ولادكم من القرايه من المدرسه، وما تزيدوش تبعثوهم اللي يكون، واللي بيبعث وليده يتعلم يديه للجامع يتعلم القران وامور الدين. كما تعرفوا كانوا غارسين الشيوخ ثم في الجامع تابعين لهم باش يقروا الناس ويبينوا باللي راهم على طريق الحق. المهم ناس الدوار كاملين انخلعوا وخافوا، مكاش اللي عارض كلامهم، قاع الناس حاطين ريصانهم من الخوف. وزاد قال لهم لازم تدعمونا، احنا رانا في الجهاد ضد العدو، وعندكم كل الأجر، لازم توفروا لنا المؤونة والدراهم باه نشروا السلاح ونحاربوا به، وبالمساعدة تاعكم منتصرين بإذن الله. واش قلتوا موافقين؟ هما قاع كانوا ساكتين. عاود هالمرة الثانية لازم نسمعكم، ما تسكتوش. ناس الدوار موافقين ولا لا؟ واحد منهم من هذوك الناس كان مهبط راسه، تقدم ليه الامير وقال له انت على راك ساكت، ما قلتش معاهم انت يا بكوش؟ الشخص هذاك بقى ساكت، شاف في واحد من اهل الدوار وقال له هذا بكوش. هذاك السيد سكت، عاود سقسه قلت لك بكوش، والسيد ساكت. الامير تير على هذاك السيد نورمال كي شغل الحمامة، طاح السيد جثة هامدة في الأرض، النساء بداو الذبيح الخلعة. الامير قال لهم السكات، ما نسمعش واحد فيكم انت بكوش ولا لا، وكون ما تهضروش نكملكم اليوم واحد واحد. انطق واحد من هذوك الجماعة من هذوك الناس قال له هذا يتكلم ماهوش بكوش. الامير قبض هذاك السيد اللي كان لعبها بكوش ومهبط راسه مسكين. الامير طلع له راسه بالكلاش وقال له علاه ساكت، ما راكش بكوش يا سيدي، ولا راك حاب تتبكش معليش نقطعوا لك لسانك. وبقى يضحك هو وجماعته. اهل الدوار ولاو يصطفقوا، والسيد غير ساكت. وعاود قال له بديت تقلق فيا، هما لبقى هذاك السيد اللي لعبها بكوش وقال للامير اسمح لي ما راحش نكون معاكم ونكون الدولة تاعي، على خاطرش ديننا ما يكونش كيما هاك. الدين يقول لازم تطيعوا الحاكم تاعنا، وحنا دولة مسلمة ماشي كافرة، وانتم راكم تحاربوا في خاوتنا اللي اليوم هما العسكر حماة البلاد ومسلمين كيما احنا، وربي ما قالش هاك وما يقملش
ما يقبلش واش راكم ديروا. تقول خالتي خديجة غير كمل هذيك الجملة مسكين ويرشوه بالرصاص، ما خلاو فيه والو، يعني خرجوه من كل جهة. وتفلى عليه الأمير وقال له خاين، والخاين جزاء القتل. ومن بعد قال لهم يلا ادوا الجثة تاعو ما نحبش نشوفها. خالتي خديجة تقول بعد أكثر من 4 سوايع وهما مكفينا في هذيك البلاصة، ومن بعد مشاو بصح الجثة تاع هذاك السيد داوها معاهم، ما عارف واش يديروا بها لحد اليوم، ما زالت بين عينيا. إن شاء الله تكون من أهل الشهداء. وتقول الناس الكل حايرة ومتحيرة من اللي جاي. هما صح وافقوا على شروطهم بصح غير باش يعيشوا مساكين. الكل عارفين باللي هضرتهم كذب في كذب، بصح ما باليد حيلة. اتفركتوا قاع كيما راهم. وهذاك اللي قتلوه بل السيد داوه الجامع، غسلوه ودفنوه مسكين، وعائلته له لا يشوفكم لها. حتى ناس الدوار مساكين قاع بكاو عليه. بداو الجماعة يجوا للدوار مرة على مرة يدوا قاع واش خاصهم، والناس ما عادوش يقدروا، ولا الجوع ولا ويجوعوا هما وولادهم، يجوعوا في كرشهم ويمدوا لهم واش يبغوا. كثروا بزاف من الطلبات، الماكلة، الدراهم، وكما قلت لكم من قبل الدوار على قد حاله ما فيش الناس الأغنياء. وتقول خالتي خديجة واحد النهار في الليل كنت راقدة حتى نسمع الطبطيب بفور، حتى نسمع صوت تاع راجل فتحي خفي يلا. فتحت الباب لقيت 2 رجال، قلت لهم خير ان شاء الله شكاين. وهو قال لها بلا ما تكثري الهضره معنا، يلا جيبي واش عندك واش موالف تداوي ويلا معنا، يلا بسرعه وبالك تهربي تغلطي تموتي. درت حاكي قلت له يلا بصح وين راك دايني. واحد من هذوك 2 قال لي عندك واحد المهمة نديروها ونعاودوا نرجعوك لدارك، ما راح نأذوك ما والو. تقول رحنا نتمشاو وهما يمشوا بالغصب، وانا نقول لهم يا ولادي بالسياسة انا مانيش قادرة نمشي، انا كبيرة وصحتي ما تسمحش. قال لي لو كان ماشي الاوامر باللي لازم توصلي سالمة عنا الفوق، لو كان راني حطيت لك حبة في راسك. انا خفت وسكت ومشينا واحد الطريق حية والله يحفظ في الجبل. خرجنا في واحد الغابة مور الجبل ومشينا بزاف، مشينا بلاك 3 سوايع. كي خرجنا من الغابة غطاو لي عينيا، كملنا الطريق وزدنا مشينا واحد الساعة وزيادة وصلنا ونحاول الغطاء من عينيا. واش نقول لكم عالم مخداخر، الرجال قد العود يخوف. الخيم بزاف، النساء الذراري كامل يشوفوا فيا، حتى انا وليت نشوف فيهم ومخلوعة. تقول العصر الحجري قال لي استناي هنا وقارعي 5 دقايق ونعاود نخرج. قال لي دخلي ورانا نستناو فيك. دخلت نلقى هذيك الخيمة الله تقدمت لي واحد المرأة في الأربعينات، قالت لي قدمي ما تخافيش، أنا زوجة الأمير، شوفي لازم تسلكي اليوم الأمير كان في حرب مع أعداء الله، تيراو عليه برصاصة في بلاصة خطيرة ولازم تسلكيه. خالتي خديجة قالت لها يا بنتي أنا ما رانيش طبيبة، أنا غير مداوية بالأعشاب. عاود قلت لها زوجة الأمير ما على باليش بيك، لازم تسلكيه وإلا سلك وارتاح راكي رايحة تولي معزة خاصة عنا، وإلا توفى رايحة تتوفى موراه. خالتي خديجة قالت في قلبها يا ربي واش هاد المصيبة اللي نحطيت فيها، يا ربي سلكني. توكلت على الله وقلت لها وين راه المريض. زوجة الأمير قالت لي تبعيني. دخلت عنده ونلقاه في حالة يرثى لها، الحمى عليه سخون بزاف. قلت لها وين ضربوه بالرصاص، وريت لي هي كان في صدره في الجهة اليمنى. كي شتو تقول خلاص نرجع من ريحة تقتل والجرح معفن. خالتي خديجة قالت لها الحاجة الأولى لازم ننقي الجرح مليح. أنا قلت لها جيبي لي لاكول إلى عندكم. هي كانت كاينة عندهم، جابتها بالخف
وبديت نفرغ فيها ونمسح مليح ونعاود، وهو كاع ما حاسب والو، حتى نحيت هذاك الدم اليابس المعفن وشفت فيها وقلت لها ضروك جيبي لي موس حامي سخون من طرف على أعلى درجة من النار، ولازم ليه زوج رجال يكونوا قويين باش يحكموه، على خاطرش ما نعرفش ردة الفعل تاعو. هو كان صح في غيبوبة، بصح قادر من الوجع تاع السكين يفطن. هملا زوجة الأمير قالت لي صحة دقيقة دقيقة ونجي. جات وجابت معاها زوج رجال حكموه، وقلت لها عاودي سخني هذاك الموس، سخني هذاك السكين مليح مليح، سخنيه حتى للطرف. عاودت سخناته وجابته غرستو له في بلاصة الجرح اللي نقيته، ويزقي هو واحد الزاقية فطن وبدا يتحرك. مزية الرجال هذوك شادينه وتخرج الرصاص، وعاود طاح الامير. زوجة الامير قالت لي ما تقوليش توفى. خالتي خديجة قالت لها لا لا ما صرالو والو، ضرو هو ساخ وضوك يعاود يفطن، ضروك جيبوا لي الدفلة والعسل الحر. عاودت راحت وعاودت رجعت قالت لي ما لقيناش الدفلة، هذه العشبة الطبيعية ماهيش كاينة دروك، واش نديرو؟ رجعت خالتي خديجة قالت لها جيبوا لي القهوة والعسل الحر والباقيات تاع الفحم ويكون رطب، جيبوهم بالخف، ما باقيش وقت لازم نوقفوا الدم. المهم هذيك زوجة الامير جابت واش قالت لها، جابت لها الغبرة، جابت لها القهوة، جابت العسل. المهم خلطت هذاك الرماد مع القهوة وحطته فوق الجرح مع الفحم كما قلت لكم، وزدت عليه وقلت لهم زيدوا اعطوني الكمادات. زوجة الامير وقالت لي كيفاه ما تخيطيش. خالتي خديجة قالت لها انا مانيش طبيبة، انا نداوي بالاعشاب، ضرك الجرح يتلم غير بشوية بشوية، لازم نهار على نهار تحطي له الفحم والعسل الحر. قالت لي مرت الامير قالت لي صحة، قلت لها صحة، جيبي لي الماء بارد والخل والكمادات. وبدينا نهبطوا في الحمى للامير حتى طلع النهار. حتى هبطت الحمى وقلت لهم صاي وضروك فات مرحلة الخطر، رجعوني لداري اني عييت. زوجة الامير قالت لي ريحي هنا، ما عندك وين تروحي، نوجد لك خيمة ويدوك نساء يقوموا بيك ويغدوك وارتاحي. انا قلت لها لا لا يا بنتي يكثر خيرك اديني لدويرتي. قالت لي ما تقلقيش خالتي غادي يرجعوك بصح ماشي دروك. وقالت لي قارئ حتى يفطن الامير ونرجعوك. ضربت 3 ايام عندهم، ما نقيت الجرح ورجعت على احسن ما يكون. حتى فطن الامير حل عينيه وقال لهم جيبوا لي الماء نشرب راني عطشان بزاف. حتى انا قلت لزوجة الامير قلت لها لا لا ما تعطيلوش، عطيله غير ريق برك، قادر كي يشرب الماء يأثر عليه. وبعد 2 سوايع يجيبوا له ياكل. داروا واش قلت وصحى الامير وحل عينيه ورجع له وعيه وبدا يهدر. حتى المخيم قاع كيما راه فرح، وبداو الصغار يتعنسى، الرصاصي طاير في السماء، ورجال يقولوا الله اكبر الله اكبر، وتقول رانا في حرب. حتى الامير نطق وقال لهم شكون داواني شكون تجيبوها لي. حتى نطقت زوجة الامير وقالت له المداوية هذيك المرأة تاع الدوار الفلاني جابتني ليه وانا خايفة، شاف فيا وقال لي يعطيك الصحة عندك الاجر كامل، سلكتي جندي من جنود الله. خالتي خديجة تقول في قلبها شاراكم تكذبوا، كوماشي الخوف نخليك تموت يا عدو الله. عاود قال الامير حبيت نتشكرك، وقال لك من اليوم فصاعدا انت هي طبيبة تاع المخيم، وحنا رايحين نكونوا معاك، واش تحبي واش تبغي نعطولك. خالتي خديجة من الخلعة ركابيها فشلو. الامير قال لها واش بك خالتي خديجة، وقيل له ماكش باغيه تقعدي. قالت له انا يا وليدي انا نرتاح في الدوار تاعي، نقعد عند ناسي واهل دواري، ما نقدرش نقعد عندكم هنا. وزيد اهل الدوار يحتاجوني حتى هما. ايام زيان طق الامير وقال لها ما غاديش نحاسبك خلاص، على خاطرش انقذتي حياتي، رايح نرجعك لدوارك بصح بشرط وقت ما نسحقوك نجو ندوك.
هي قالت له ماشي مشكل معليش، طلب من الجماعة باه يوصلوني، وكيما جابوني يرجعوني على نفس الطريقة، وغطاوني عينيا. في نفس الوقت تقول خالتي خديجة الحمد لله وصلت لدواري بخير وعلى خير، وناس الدوار كامل قاعدوا يشوفوا فيا ومخلوعين، وين كنتي هذه المدة؟ فهموا وما فهموش، بصح ما قدروش يسقسوا. دخلت لدويرتي، دوجت وريحت وصليت ودعيت ربي على اللي كان معايا، وفت على خير وعافية، ورجعت لحياتي الطبيعية كما كنت عايشة من قبل. الجماعة تبدلت بزاف، وأهل الدوار بداو يكرهوا وينضروا، حتى العسكر كانوا يديروا دوريات مساكين ويطمنوا علينا ويسقسونا كاش ما نحتاجه، بصح ما نقدروش نهضروا. والمدرسة غلقت على خاطرش بعد التهديد واحد مرسل ولادو، حتى المعلمين ما ولاوش يجوا على خاطرش يسكنوا خارج دوار. وكانت خطرات في الايام الولا ترافقهم السيارات تاع الشرطة، بصح كي حبسوا التلاميذ وسمعوا باللي راهم مهدين من طرف الجماعة، حتى هما خافوا على رواحهم وما رجعوش يجوا. تقول خالتي خديجة وليت نخدم مع الجماعة بزاف، كل ما يسحقوني يجوا يدوني، وليت نداويهم ونقبل النساء واللي يبغوا يولدوا ثم في الجبل. وزاد الطالب تاعهم ولاو يستخدموني كمرسول ما بين الجماعات، نوصل رسائل، وكانت تدي الرسائل حتى المدينة وين ما تلاقى، خطرة تلاقى مع امرأة، خطرة مع شيخ، خطرات حتى مع طفل. وتقول خالتي خديجة كنت كارهة كل يوم نبكي في الليل قبل ما نرقد، ونقول يا ربي يا ربي حتى تدي امانتك من النوم للنوم، خصوصا كي نشوف الحقرة تاعهم ونسمع بالجرائم اللي ارتكبوها في حق الابرياء بحجة الدين. بصح ما كنتش نقدر نواجههم، وانا كنت مرا ضعيفة وما كانش اللي يحميني غير ربي سبحانه. وتقول خالتي خديجة واحد النهار في عام 1997 الحكومة تاعنا عولت صح على الجماعات، وكل يوم نسمعوا انتصارات العسكر تاعنا وسقوط العشرات من الجماعات في الجبال، وكنا نشوفوهم كيف يقضوا عليهم في الأخبار تاع الثامنة. وبدات القوة تاع الجماعات تتراجع، ماشي كما من قبل، حتى ما ولاوش يجوا لنا. ومن قبل كانوا كل أسبوع، دروك نقصوا ولاو يجوا كل 15 يوم، خاصة بعد ما وصلت الهضرة للعسكر باللي دوارنا راه يقدم الجماعات المؤونة. زادت العسى علينا، والدوريات العسكرية ما خطاتناش. أهل الدوار فرحوا بهم، وكانوا في كل ما يشوفوا كاميوات يدعوا لهم. أهل الدوار فرحوا بهم، وكانوا كل يوم يشوفوا الكاميوات، ونقصت الجماعة مولاتش تجي بالشهرين، خاطش كما قلت لكم الدوار كان محاصر بالعسكر. وتقول ربي يحفظهم وينصرهم. وأخيرا حسينا بالأمان وولينا نرقدوا مرتاحين. جاء النهار اللي العسكر تسلح بكل واش عنده، وقرر ينظف المنطقة وينظف الجبل من أعداء الوطن. سمعنا هما يديروا في التمشيط، وصرا أكروشاج بيناتهم والعسكر، وقتل عدد كبير بزاف ويخرج عدد كبير، وسلكوا بزاف نساء الأطفال اللي كانوا في المخيمات، واقتحموا ودمروا شحال من مخيم، إلا منطقة الأمير ما قدروش يوصلوا لها، وهي اللي لازم تدمر باش العملية تم بنجاح. بصح عرفوا باللي قضاو على أكثر من نصف الجماعة، وبقى في الجبل غير عدد صغير ثماك، وين قرروا الانسحاب وأخذ قسط من الراحة والرجوع مرة ثانية. وتقول خالتي خديجة بدات ترجع السكينة والهدوء للدوار تاعنا والدواوير الأخرى والمنطقة ككل، والناس بدات تستبشر بالخير والفرحة، وهذا كله يرجع للجيش الوطني الشعبي. ربي يحفظهم وربي ينصرهم على القوم الظالمين. هذه هي حكاية خالتي خديجة. إلى عجبتكم هذه الحكاية ما تنساوش ديروا لنا جام والاشتراك في القناة، واللي عنده حكاية ولا سامع بحكاية باغي يبعثها لنا في الواتساب، راه في الوصف تحت الفيديو، أو تسيبوه في الفيديو
في آخر الفيديو مكتوب. وإلى اللقاء، ونلتقي في حكاية أخرى بإذن الله. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.